ما ينفعش اطلب طعمية تديني فول. عزيزي الكاتب كفاية خمة بقى. اي رواية بيكون ليها تصنيف، صح؟ رومانسي، تاريخي، اكشن، ايا كانت هي ايه. ده بنعرفه عن طريق كام حاجة، شبه مثلا العنوان، الغلاف، والنبذة الموجودة من ورا. فما ينفعش ابقى انا فهمت من دول ان روايتك رومانسي بعد كده افتح الاقي ان اول 200 صفحة فيها رعب. ما ينفعش. القارئ بتاعك اصلا مش هيكمل بعد اول 20 صفحة. طيب ازاي بقى اقدر اربط الربع الاولاني من الروايه بتاعتي مع التصنيف؟ هقول لكم. الاول عايزه افكركم ان شاء الله روايتي اثير والهيب والتنين هيكونوا موجودين في المعرض. التنين هيكون عليها خصم 50%، مش هيكرر تاني لاخر السنه. ده غير ان انا نفسي هكون موجوده يوم الجمعه 23 ان شاء الله من بعد الصلاه. المهم خلينا نكمل دلوقتي. لو انا المفروض ان روايتي يتفهم ان هي تاريخيه، بس القارئ فتح لقى ان اول تقريبا 100 صفحه رومانسي، كده انت بادي غلط. طيب خلينا نشوف القصه ايه، بعد كده نعيد صياغتها ونربط الربع الأولاني بالتصنيف الأساسي بتاعي. أولا القصة بتتكلم عن واحد بيحب واحدة، بس عشان يتجوزها لازم يوصل لمكانة معينة، زي مثلا إن هو يكون دكتور في الجامعة. فالمهم هو دلوقتي حاليا بيحضر للدكتوراه عشان أبوه هيوافق. ده كده الربع الأولاني. هل ده مرتبط بالتاريخ؟ خالص، ده كده رومانسي بحت. خلينا بقى نربطه. طيب احنا قلنا واحد عايز يتجوز واحدة، صح؟ فهو بيحضر للدكتوراه. لا خلينا نعيد صياغة. هو مدرس تاريخ بيحضر للدكتوراه بتاعته، يتجوزها من غير بقى ما نخش في تفاصيل كتير بتاعة الرومانسية. فعمل ايه؟ راح لمكتبة قديمة كلها كتب تاريخية، بيجيب منها الكتب بدل ما يجيب كتب جديدة عشان يحضر للدكتوراه. فمن ضمن الكتب دي لقى جواها خريطة كنز، ودي بقى المفروض ان هي من اول صفحة 101 لحد الاخر. احنا بقى هنجيب الجزء ده فوق في الربع الاولاني. خريطة الكنز دي كان معاها رسالة ما بين ألف وب، بيتكلموا عن ازاي يوصلوا للكنز. بس المشكلة ان الرسالة دي كانت من سنة 500 ميلادي. فهنا البطل بتاعنا مدرس التاريخ قرر ان هو عايز فعلا يجيب الكنز ده عشان يبقى معاه فلوس يتجوز البنت اللي بيحبها. فهو دلوقتي مهمته بقت ان هو يربط الاماكن الموجودة في الرسالة من سنة 500 ميلادي بالاماكن الموجودة حديثا دلوقتي عشان يقدر يوصل للكنز ده فعلا. خلينا نقارن بقى ما بين الاتنين. في القديمة كانت أول 100 صفحة بتتكلم عن قصة الحب بتاعته هو والبطلة. طيب هنا بقت أول 100 صفحة بتتكلم عن إن هو عشان يتجوزها جاب كتب من مكتبة يعمل دكتوراه فلقى خريطة الكنز. كده ممكن بقى تخلي الاتنين ماشيين مع بعض إن هي كمان بتدور معاه، بس طبعا هو بيكون البطل. فعزيزي الكاتب احنا كده قعدنا صياغة الربع الأولاني بقى مرتبط أكتر بالتصنيف، والقارئ بتاعك استحالة يحس إن في حاجة غلط. فلو عايز تعرف أسرار أكتر عن الكتابة والستوري تيلينج ما تنساش ترجع لأكتر من 50 نصيحة. مش مصدق إن احنا وصلنا 50، بس ال50 نصيحة موجودين على الصفحة.